مرحبا بكم متابعينا الاعزاء في قناتكم المتواضعه توفيق ادراز. بلا شك شفتوا الصوره المصغره ديال لا فيديو، شفتوا العنوان ديال لا فيديو، عرفتوا الموضوع ديال الفيديو ديالنا اليوم شنو هو. لكن قبل ما ندوزوا للفيديو ونطرقوا للموضوع ديال اليوم، غادي نشرحوا للمتابعين الكرام ديالنا واحد المساله ديال الاختلاف المحتويين ديالنا ديال القناه. اخواني اخواتي، القناه كتعرف جوج ديال المحتويات. المحتوى الاول اللي هو محتوى تحفيزي بالنسبه للشباب المقاول، وبالنسبه للشباب اللي عندهم افكار مشاريع وبغاو ياسسوا مقاولات ديالهم، ولا بغاو طريقه ديال التمويل للمقاولات ديالهم. فاحنا عندنا هذا المحتوى هذا اللي كنشتغلوا فيه منذ يعني ان بدينا الاشتغال على القناه ديال اليوتيوب. ثم المحتوى الثاني واللي حتى هو محتوى جديد اللي فيه المعاملات العقاريه او المعاملات في المجال العقاري بمدينه طنجه، بما فيه البيع والشراء والكراء والتسيير. اخواني اخواتي، نتمنى ان الامر يكون واضح وندوزو مباشره للمحتوى ديال الفيديو ديال اليوم. كما شفتوا في الصوره المصغره وكما شفتوا في العنوان متابعينا الاعزاء، العنوان ديال الفيديو كيتكلم على عوده برنامج فرصه بالنسبه لسنه 2023 والجديد ديالو. اخواني اخواتي، كما عرفتوا غادي نديروا واحد التذكير بسيط بالنسبه للبرنامج فرصه. هو واحد البرنامج تمويلي في حدود 100,000 درهم دارته الحكومه بالنسبه للشباب المقاولين او الشباب حاملي المشاريع اللي عندهم مشاريع او افكار مشاريع وبغاو يبلوروها في ارض الواقع. اخواني اخواتي، فالمعلومات اللي كنجيبوا لكم في القناه ديالنا فهي معلومات عن تجارب شخصيه. ما عندناش اختصاص في المجال، ماشي اساسي في المجال، لكن كنتكلموا وكنعطيوكم المعلومه كما استفدنا منها حنايا شخصيا. لهذا اخواني اخواتي، نتمنى من الله ان الامور اللي تاخذوها تطبقوها وما يكون غير الخير ان شاء الله. برنامج فرصه اخواني اخواتي كما سبق لي وشرت لكم، كان واحد البرنامج حكومي لتمويل الشباب بالنسبه لخلق المقاولات الصغرى وبالنسبه لخلق المشاريع المدره للدخل. اذا كان هذا البرنامج متواجد سنه 2022 على الساحه، وكان الطريقه ديال الاستفاده من هذا البرنامج كالتالي. كان سبق لنا تسجلنا في منصه www.forsa.ma اللي غادي نخليها لكم اسفل الفيديو لان ربما توليو تحتاجوها، وكنوضعوا ملف الترشيح ديالنا كمرشحين كحاملين المشاريع المرشحين. اذا الى هنا وصلنا للطريقه ديال وضع الملفات الترشيح. كما سبق لي قلت لكم كنوضعوا الملفات الترشيح ديالنا في السيت الوطني www.forsa.ma. ثم كيدرسوا الناس المسؤولين على هذا البرنامج كيدرسوا الملفات ديالنا، وكاين ملفات اللي كتقبل وكاين ملفات اللي كترفض للاسف. اذا اخواني اخواتي، الملفات اللي كتقبل كدوز عند ناس مختصين اللي كيواكبوا المقاولين الشباب. المواكبه اخواني اخواتي كتعرف استكمال الوثائق المطلوبه، على كل مقاول او شاب قدم الملف ديالو انه يكمل الوثائق اللي طلبوا منه الاخوان المسؤولين الصاهرين على البرنامج، وكيكون فيها واحد تكوين عن بعد اللي كيخلي ان المستفيد او المقاول الشاب انه يكون شخصية مقاول حقيقية في ارض الواقع. وداك التكوين كيعطيهم واحد تكميل للشخصية المقاولاتية اللي في داخل داك الشاب اللي تقدم الترشيح ديالو في هذا البرنامج. اذا اخواني اخواتي، هذا كان كتذكير بالنسبه لبرنامج فرصه. اما بخصوص الجديد ديال برنامج فرصه، فالمرحله الاولى كما كتعرفوا كما كنعرفوا كاملين سالات. اواخر
سنة 2022، يعني بحلول شهر 12 2022 أو بحلول شهر 1 2023 فتم تمويل جميع الملفات اللي استفدت أو اللي استطاعت أنها تكون ملفات مقبولة لدى الجهات المختصة. إذا إخواني أخواتي الجديد، كما سبق لي وشرت لكم، هو أن السيدة وزيرة المالية والاقتصاد صرحت بأن برنامج فرصة غادي تبدأ المرحلة الثانية ديالو أوائل أو في الشهر المقبل ديال سنة 2023. لهذا إخواني أخواتي، إلا كنتم ما سعفكمش الحظ في المرحلة الأولى وإلا كنتم ما استفدتوش، حاولوا أنكم تستافدوا من المسائل اللي كانت كتحبط الملف ديالكم وما كتخليش أنه يكون ملف مقبول، وتصلحوا المسائل اللي خطأتوا فيها أو المسائل اللي ما توفقتوش أنكم تحصلوا عليها، وتوليو تدفعوا الملف ديالكم من جديد ان شاء الله. وكنتمنى ان الجميع يستافد وكل واحد عنده شي امنيه في باله او يعني عنده شي حاجه يحققها له الله سبحانه وتعالى. اخواني حاولوا انكم تعاودوا. الفشل ماشي يعني ذريعه ديال ان الانسان يتنازل ويتراجع اللور، لا بالعكس، يعني من الخطا نتعلم الصواب. لهذا فان اذا حاولتي انك تصلح مجموعه ديال النقاط اللي كانت عندك سلبيه في الملف الاول، ربما غادي تستافد ان شاء الله وغادي تكون من الناس اللي غادي يتمولوا في سنه 2023. نقطه اخرى غادي نشير لها اخواني اخواتي في هذا الفيديو بالنسبه للمشاركه ديالنا في البرنامج الشخصيه. عرفنا مجموعه ديال الصعوبات اللي كانت نوعا ما صعوبات ماشي يعني كبيره بزاف، الا وهي التاخير في دراسه الملفات والتأخير في التمويل اللي عرف واحد شوية ديال التعثرات وكيخلق لنا مجموعة ديال الأفكار سلبية في الوسط ديالنا. كانت المدة ديال البرنامج طويلة والمدة ديال المواكبة عن بعد طويلة، واللي خلانا كنتظروا واحد المدة طويلة اللي تقريبا وصلت لسنة. كنقول لكم إخواني أخواتي، لا تحطوا في نفس الموقف، فما تحاولوش تحبطوا كما وقع لنا ومجموعة الشباب اللي استفدت من هذا البرنامج، وحاولوا تصبروا شي شوية وتسايروا الوضعية باش أنكم تستفدوا في الأخير. إخواني أخواتي، نتمنى من الله أن الفيديو يكون وصلكم بطريقة سلسة، ونتمنى من الله أننا كنا خفافين على قلوبكم. هذا ما جاء في هذا الفيديو هذا، ونتمنى من الله نشوفكم على خير وبخير في فيديو قادم إن شاء الله، وانتظروا منا الجديد. إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ديالنا، ما فيها باس تشتركوا معنا في القناة، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، وتخليوا لنا شي لايك إلى عجبكم الفيديو، وأي تعليق حنا موجودين نجاوبكم عليه. إخواني أخواتي، وصلنا لآخر الفيديو، مع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله.